السلام عليكم. باختصار شديد يا جماعة، هو الواحد أكيد زعلان يعني مليون المية لما تبقى متقدم في ماتش زي ده للدقيقة يعني حاجة و70 75 78 حاجة كده، ويجي يعني زي ما انت بقول كده ايه الموضوع كان بإيدينا يعني بس هو عشان نبقى واضحين، احنا قبل ما نكون بنلعب قدام حكم و11 لعيب تانيين والفيفا، يعني قبل ما نكون بنعمل كل ده، لا احنا سبب في ان احنا خسرنا نفسنا. ليه ما نركزش على اخطائنا؟ ليه احنا بنتكلم دايما على إيه فلان عمل؟ طب احنا عملنا ايه؟ هي الفكرة كلها احنا غلطانين. يعني رقم واحد، انا عشان اتأخرت في تغييراتي، اللياقة البدنية وقعت، فاحنا غلطانين. ده رقم واحد. طب رقم اتنين، الكورة اللي ضيعها تريزيجيه، اللي هو يعني انا كلهم رجالة وكلهم بنشكرهم وكلهم على دماغنا وكلهم، يعني ما فيش اي مشكله، بس في الاول وفي الاخر بقى عايزين نستفيد من الغلط، نستفيد من الغلط عشان ما يتكررش تاني ونبقى احسن. يعني بس ما نمسكش بقى في ان ايه ده، يعني فلان هو اللي خلانا نتغلب، ده علان هو اللي ايه في ايه. ما احنا بقى نكون صراحه مع نفسنا، ما احنا عندنا اخطاء، نعترف باخطائنا الاول، نصلح من جوانا، عشان لما يبقى في حاجه من حد تاني نقول انها كلها خارج ارادتنا. لكن مش نتكلم على اللي خارج ارادتنا وما نتكلمش على اللي كان بارادتنا. يعني احنا غلطانين، احنا فرطنا في حقنا. تمام، حقنا ان احنا نكسب، احنا فرطنا فيه. تمام. انت السيناريو ده اتكرر مع كام منتخب؟ ان يبقى غالب لغايه الدقيقه حاجه و70 ولا حاجه و80، ويجي يلعب فريق كبير، الفريق الكبير ده يقلب النتيجه قدامه. يعني لا تلومن الا نفسك يعني. تمام. مبروك للرجاله دي، عملت اداء مشرف، و يعني بتكلم على رجاله منتخب مصر وكل حاجه، بس عندكم اخطاء لازم تعترفوا بيها ولازم تصححوها ولازم يعني تشتغلوا عليها. وحسام حسن، يا حسام يا حسن، انا كان نفسي ان انت تمسك انا واحد من الناس، يعني رايي اللي هو يعني اكيد ملوش قيمه بالنسبه لك، ولكن انا واحد من الناس كنت اتمنى من زمان ان انت تمسك المنتخب، وعارف انك هتضيف له وهتعمل قيمه للمنتخب. كان عندي مشكله معاك في حته ان الانفعالات ومش عارف ايه هي دي المشكله بتاعتي معاك، مش اكتر من كده. ولكن يعني الحمد لله شايفك بقيت اكثر انضباطا في النقطه دي، وانت مدير فني جدير، انت مدير فني محترم، انت مدير فني عندك رؤيه. يعني فعلا فعلا فعلا، لا يعني انت عملت اضافه واضافه كبيره، وما يجيش حد بعد كده يقول لي القماشه. حتى لو حسام حسن، لو حسام حسن مشي بعد فتره وما كملش، ولا ايا كان، ولا كمل وبعد كده، يعني ايا كان، اي حد تاني مع اختلاف الوقت هيمسك المنتخب ده، ما يجيش يقول لي القماشه وحشه، القماشه دبلانه. لا، ما حدش يقول لي الجمله دي. احنا عندنا قماشه، انت دور هتلاقي. ما تقوليش ان ما فيش قماشه. لا، انت عندك القماشه، انت اللي ما بتدورش. تمام. فالراجل يعني عنده فكر ودور واجتهد. تمام. المشاكل اللي احنا قلنا عليها، الفكره بتاعت تريزيجيه دي زي ما نرجع لها تاني. المشكله ده موضوع، يعني انت النهارده ازاي تستهتر الاستهتار ده؟ الاستهتار ده هو، خلي بالك انت كنت في الوقت ده، لا يعني. لكن انا والله بعد ما الكوره دي راحت، انا قلت ان احنا يعني استهترنا. هو ده الاستهتار. كان لازم في الوقت ده، ودي غلطة من حسام حسن انا شايفها كده. ومع يعني اتمنى ان لو حد بيسمعني او الكلام ده كله، او وصل الفيديو ده لحد، او وصل لايا كان، انا بتكلم ان يا حسام يا حسن، انت مفيش مشكلة انك عندك خطأ، بس تتداركه. يعني الفكرة كلها التغييرات جت متأخرة. واحد زي تريزيجيه بعد موضوع ان هو الكورة اللي عملها دي وشاطها في الشبكه من بره، ده كان لازم تجيبه تعنفه، تكلم الناس اكتر، لا يبقى في شد عن كده. تمام. ده وجهة نظر، وفي نفس الوقت ده تحليلي. ما اقدرش اقول غير يعني معلش يا رجاله، هارد لك. احنا عملنا كتير، اديتوا وحاولتوا تعملوا اللي عليكم وكتر خيركم، بس رجاء بصوا على سلبياتكم واعترفوا بيها. اعترفوا، كل واحد فيكم يعترف بخطأه ويصلحه. تمام، عشان نبقى احسن. سلام عليكم.